يا مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض أكلة من الزمن الجميل، مش بس اقتصادية وموفرة جدا جدا، لكن كمان كلها فيتامينات. هي الرز بالفول الأخضر. الفول الأخضر متوفر جدا الأيام دي. واحنا ممكن نستخدمه بكذا طريقة في الأكل. فأنا النهاردة حبيت أعمل معاكم الرز بالفول. آه، انا عندي هنا حلة على النار فيها معلقتين زيت نباتي. نزلت عليهم ببصلاية مبشورة ناعم او مبشورة في الكبة. وملح وفلفل، وهتقلبيهم كويس قوي لغاية لما البصل يدبل، بس ما يحمرش يعني ما ياخدش لون قوي. هننزل بقى عليهم لما البصلة تحمر وتاخد لون حلو معايا، مش تحمر قوي يعني تبقى لونها ذهبي فاتح. هنزل هنا عليها بفول اخضر. انا كان عندي هنا الفول مجمد، طبعا هو دلوقتي وقته هتلاقيه كتير في السوق وهيبقى فريش ويبقى احلى كمان من المجمد بكتير. هنقلبه بقى مع بعض في البصلة كويس. الفول الاخضر ده فيه فوائد فظيعة، فيه فيتامين سي، فيه كالسيوم، فيه حديد. غني جدا بالبروتين وبيعالج الامساك وبينظم السكر في الدم، وكمان بيديكي احساس كبير جدا بالشبع، فبالتالي اللي هيساعد على انك تنقصي وزنك ويساعد على تستخدميه في فترة الدايت. نزلت على الفول بفصين توم وهقلبهم كويس قوي مع الفول والبصل لغاية بس لما ريحة التوم تطلع. انا هنزل بقى على الفول والبصل بعصير طماطم او صلصة. هنا كمان نص مكعب مرقة. انا بستخدم نص مكعب، ما بحبش اكتر قوي في المرقة. ده مرق خضار. هنا هننزل بقى بالصلصة. ضروري، او عصير الطماطم ضروري، لو هتنزلي بعصير طماطم فريش لازم تصفيه كويس قوي من القشر بتاع الطماطم، عشان لما تنزلي بعد كده بالرز عليه ما تبقيش تلاقي القشر في الرز، فيبقى مش لطيف في الاكل. وكمان طبعا مادام في طماطم نزلت بيه معلقه سكر، نص معلقه صغيره كده عشان الحموضه بتاعتها، وكمان الكمون. يعني كل التوابل اللي استخدمناها هنا ملح وفلفل وكمون ونص مكعب المرقه ومعلقه سكر. وهنزل عليهم بميه مغليه وهسيب الفول يستوي كويس قوي في الصلصة بتاعته ويتسبك كويس. انا بسويه بنسبة 90%، يعني ال10% الاخيرة لما يستوي مع الرز. هنسيبه بقى، هو تقريبا اخد مني حوالي تلت ساعة، وطبعا لازم تتابعيه علشان ما يتحرقش منك، لان الصلصة ممكن آه، تنشف بسرعة معاكي. هنا بقى هوريكم الفول بتاعي كان استوى بنسبة 90% زي ما قلتلكوا. القشرة بتاعته شوية جامدة معايا هنا علشان ده فول مجمد، لكن الفريش طبعا هتلاقي القشرة بتاعته كمان ناعمة قوي عندي. هو كان استوى يعني، وهقدر بقى دلوقتي انزل فيه الرز. انا هنا استخدمت رز مصري. استخدمت كوباية ونص رز. هتنزلي بيه الرز الابيض المصري ده في الفول وتقلبيه كويس، مش هتزودي المية بتاعتك غير لما تتأكدي انك قلبتي الرز كويس في الصلصة، عشان ممكن ما تحتاجيش تضيفي مية كتير. يعني مش لازم، مش هتضيفي كوباية ونص، انت هتزودي بس المية بالمقدار اللي تحسي ان الرز هيستوي فيه عشان ما يعجنش معاكي. يعني انا هنا مثلا زودت حوالي نص كوبايه ميه. حطيت طبعا الملح، ظبطت الملح بتاعي. وهزود ميه وتكون ميه مغليه من الكتل، يعني ما كملتش الكوبايه، لان طبعا بيبقى فيه صوص في الطماطم من الفول لسه ما نشفش كله، فما تزوديش كتير عشان ما يعجنش الرز معاكي. وهسيبه بقى على النار، هغطي عليه وهدي عليه النار زي طريقة اي رز عادية بنسويها. وهنا بقى كان الرز استوى معايا واتشرب. عايزة اوريكم ان هو مفلفل، مش معجن خالص، والرزاية كده برزتها، بس هي ده البخار بتاع الاكل مش موضح شوية. انا هوريكم دلوقتي، هقرب الكاميرا واوريكم كل رزاية برزتها كاملة، مش معجن خالص في بعضه، وكان طعمه لذيذ جدا. يا ريت تجربوا الوصفة دي. انا قدمته مع شوية سلطة. ويا رب يعجبكم الفيديو النهاردة، ولايك وسبسكرايب للقناة.